يسعد صباحكم حبايب قلبي، كيفكن؟ ايش اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله انتم بخير. ان شاء الله هيك فيديو امبارح يعني عجبكم، طمنوني، اكتبولي، تذكروني. والله انا اليوم هيك فقت شربت قهوتي بسرعة والحجي والله وصل الاولاد على المدرسة. اليوم رفقاتي كانوا بده لعندي يعملوا صبحية، فأنا من امبارحة يعني عملت هاي المدلوقة. ما بعرف أنا هيك بقلها مدلوقة، في منهم بيقولوا لها ليالي لبنان، بس أنا شفتها هيك شوي مختلفة عن ليالي لبنان، بقى ما بعرف، كل واحد هيك له اسم. والله أنا هي يعني بزمانه تعلمتها من رفيقتي شامية، ايه وهيك صرت أقلها، هي هيك بتقلها وأنا صرت هيك أقلها، ما بعرف. ايه حطيت هون 4 كاسات حليب وكاسة سميد، وحطيت اللهم صل على سيدنا محمد، بتحطوا سكر يعني لحتى هيك انتو تشوفوا شلون بتكون حلاوتها. ايه وما زهر. ايه بتسكبوها بهالصحن، وبعدين انتو ايش عندكم؟ عندكم كريمة، عندكم مثلا هون اللي باوروبا بيحطوا لها هي مسكربوني، في منهم بيحطوا لها مثلا اللهم صل على النبي، هي ايش كنا نقلها؟ والله نسيت اسمها، هي كانت بسوريا، هي بنحشي فيها القطايف، ذكروني ايش كان اسمها؟ ما بعرف. قريشة يعني، والله اللهم صل على النبي تذكرتها. ايه في منه هيك بيحطوا على وجهها من هاي القريشة. ايه بقى كل واحد يعني هيك هو وذوقه او ايش بيحب يعني، عرفتوا؟ ايه بتحطوها وبتزينوها هيك مثل ما بدكن يعني. والله هي هيك طيبة وباردة يعني، هيك بتبرد على القلب. اي والله. وانا اليوم كان عندي والله غدا، قمت ما طبخت، عندي من امبارحة هيك كم سندويشة مكسيكانو، وجبت كمان هيك فطاير بجبنة وسبانخ وهيك عملت يعني على الفطور. ايه زاد شوي كمان انه كملنا هون على الغداء، والحمد لله رب العالمين على هالنعم اللي الله هيك مفضل علينا. ايه انتو ايش بتحكولي؟ ما بتكتبولي طبخاتكم، صارلكم كتير زمان ما كتبتولي ايش طبختوا وايش عملتوا، صارلكم زمان ما عم تتذكروني هيك بتعليقاتكم الحلوة. انا بحط هاي الكريمة هيك بتجي بعلب تنك، هي هون اسمها مورفيت، كريمة مورفيت. ايه بحطها هيك على وجهها، حبيتها اكتر من المسكربونة يعني، بتجي سميكة، بس لازم انه نحط لها هيك شوية حليب مشان تصير يعني هيك شوي رايقة، ما كتير يعني، ما متكتر كتير كتير حليب. اي والله قمت الصبح يعني خفتها بعد ما مثل ما قلت لكم انه راحوا الاولاد على المدرسة، قمت هيك تفضيت لشغلاتي، لميت البيت بسرعة ايه وجهزت يعني اموري. ايه والله يعني انا بنصحكم بهي اكلة الحلو، انه سهلة ما بدها شي، وانه سهلة وسريعة يعني فورا بتصير، ما بدها شي، بس انه لازم تكون باردة يعني. الاحسن انه اذا بتعملوها قبل بنهار. ايه بنرجع لحديثنا، انه انتو صايرين ما عم تكتبوا لي ايش طبختوا، ما عم تذكروني بطبخات هيك حلوة مثلكم ومثل تعليقاتكم واعجابكم. والله يعني انا بشكر ربي انه الحمد لله رب العالمين انه هيك صاروا هلا هيك متابعيني، انه صح انه هيك كل يومين 3 هيك بيزيد متابع، بس يعني الحمد لله رب العالمين انه عم بيزيدوا متابعيني، عم بكبر يعني، عم تكبر القناة فيكن يعني، انتوا عم تشجعوني انه انزل هيك فيديوهات اكتر، وانه هيك اضل مكملة، انه عم بشوف انه هيك تشجيع منكم، عرفتوا؟ ايه شوفوا هلا هون هيك عم بحط الكريمة على الوجه. ايه بقى نرجع لحديثنا كمان، انه عم بكبر انا فيكم، بس هيك انتوا وقت هيك بتشوفوني بس يعني من بعد اذنكم هيك ما تنسوا كمان زر الاعجاب، عرفتوا؟
واللي عم يدخل على الصفحة جديد هيك يعمل لي من بعد إذنه زر الاشتراك ويفعل زر الجرس ويحط لي إعجاب، لأنه مثل ما قلت لكم أنا عم تكبر قناتي فيكم، الله يخلي لي إياكم، هيك بتضلوا عم بتشجعوني إنه أكمل يعني وأتابع، لأنه عن جد إنه يعني أنا ما كنت متخيلة إنه هيك صعب إنه اللي بيعملوا يوتيوب، لأنه إنه كل لحظة هيك بتقولي لا لازم أصور هاي ولازم أصور هاي، يعني إنه بياخد من الوقت، إنه بعدين الفيديو بده بقى دمج الفيديوهات كلهم مع بعضهم، وإنه تعملي الدوبلاج للفيديو، إنه يعني عن جد يعني إنه مثله مثل أي شغل، إنه مثل كأنه هيك بتلتزمي. عرفتوا علي؟ يعني أكيد أنتوا بتعرفوا كمان بهالشغلات، ويعني بجوز إنه يعني عاملين إنه تجارب على هيك شيء، بس إنه بده إنه تعب يعني، وشفتوا إنه لازم إنه في شروط إنه لازم الواحد إنه يستوفيها لحتى إنه يعني شوي إنه يمشي حاله باليوتيوب، يعني إنه في عدد مشتركين وفي عدد فيديوهات وفي ساعات مشاهدة. بقى نحن بنقول هيك الله يجبر بخاطرنا وخاطركم يا رب هيك، ولا تكسر لنا لا قلب ولا نفس هيك، ونضل يعني مبسوطين وفرحانين، والله هيك دائما جابرنا قلبنا وخواطرنا. الله يجبر خاطركم يا رب، مثل ما عم تجبروا بخاطري هيك وبتشوفوا الفيديوهات للأخير وبتحطوا لي إنه اللايك. يعني أنا بحب أتشكركم كتير، يعني ما تقولوا إنه حديث ام عبده هيك ممل وما بعرف شو، دائما عم تحكي على الإعجابات وهذا، بس عن جد لأنه عم بحب إنه أشكركم. ايه هلا بنرجع هيك للمدلوقة تبعيتنا. هلا هيك عم بزينها هيك شوي بالفستق الحلبي، انتو شلون ما بدكم زينوها، بتريدوا تحطوا لها جوز هند، بتريدوا تحطوا لها فستق حلبي، بتريدوا يعني ايش ما بدكم شوفوا، بس انه صار هيك منظره مثل كأنه مقطع يعني القطع. ايه وهون بلشت هيك اجهز الطاولة، الله هيك يرزق الحجي ويرزق كل هالرجال يا رب. هيك حطيت بسكويتات، حطيت شيبس، حطيت فواكه، ومثل ما قلت لكم عملت الفطاير. هون كمان جهزت، بحب اجهز هيك فناجين القهوة حتى انا، انه مشان ما التها ابدا ابدا. وهي الفطاير كمان بالفرن رايحين يستووا، والله انا بحبهم هدول، يعني فطاير السبانخ انه يعني طيبين وهيك، يعني انه بسرعة يعني بيصيروا، يعني انه الواحد ما بياكل هم، ما مثل اذا الواحد يعمل فطاير. والله يعني كمان رفقاتي على 12:30 تقريبا، وحدة إلا ربع كمان قاموا انه هن كمان راحوا، وانا والله رحت كمان اليوم الحجي كان بعيد، قمت رحت انا كمان مشيت لعند مدرسة الأولاد، رحت كمان جبت الأولاد من المدرسة. بس والله شو يعني شد ما قلت لكم شوب نار نار، ما بقى انه يا ربي دخيلك بقى يكسر هالشوب هيك عنا ويصير برودة. وهي صورت لكم ونحن انا عم بتمشى انا والولاد ماشيين قدامي، والله يعني انا بزعل عليهم وقت اللي انا بروح بجيبهم مشي، انه من كتر ما شوب، بس هن كتير بيحبوا انه يرجعوا على البيت مشي، وانه يروحوا الصبح مشي. وبعد ما هيك امنت عليهم غليت لي فنجان قهوة كمان انا، واكلت لي رجعت هيك صحن من هاي المدلوقة، لانه هيك بتبرد على القلب. ايه وهيك قلت اصور لكم كمان هذا فنجان قهوتي، ولا تنسوني من صالح دعائكم، وضلوا هيك عم تتذكروني بمشاركاتكم. يلا الله معكم حبايب قلبي، الله معكم.